أتصرّف إزاي لو ابني اتعرّض للتحرُّش وأنا اكتشفت كده؟ هنتكلّم النهارده عن شوية خطوات بسيطة ممكن تعمليها. أول حاجة هتهدّي الطفل وتحتويه وما تتعصّبيش عليه، وأهم حاجة ما تظهريش ليه الصدمة والذهول، لأ، عشان ما يخافش. اتكلّمي معاه بهدوء، قولي له أنا مصدّقاك، أنت مش غلطان، اسمعيه بهدوء واسأليه شوية أسئلة، بس مش تكوني بتقولي له كإنِّك محقّقة معاه، بتحقّقي معاه لأ، يعني كإنِّك داعمة ليه. يعني إيه زي الأسئلة البسيطة دي، إيه اللي حصل؟ طب كان فين؟ طب إمتى؟ طب مين الحد اللي عمل فيك كده؟ مين الشخص اللي عمل فيك كده؟ تاني حاجة لازم تبعدي الطفل عن المتحرش فورًا حتى لو كان من العيلة. رابع حاجة ممكن طفلِك كمان يكون محتاج دعم نفسي، طب ده أنا هاعمله إزاي؟ ساعتها بتتجهي لمتخصص، في كتير متخصصين للأطفال مدربين على التعامل مع الصدمات. ممكن إيه كمان نعمله؟ ممكن إنِّك تبلغي الشرطة. طيب خط نجدة الطفل كام؟ 16 3 أصفار. القانون بيحمي الطفل وبيحاسب المتحرش حتى لو كان من الأقارب. طمني طفلك دايما إنك معاه وإنك في ظهره، وتابعي حالته النفسية من فترة للتانية. وختاما، ولادنا أمانة، وكل كلمة بنقولها ليهم وكل معلومة بنوعيهم بيها ممكن ننقذهم من خطر كبير. ما تسكتيش، ما تتكسفيش، بس كده.